بيبتدي الفيلم مع كيدي وهي مع امها وابوها على قمة الجبل بالعربية، وكيدي بتظهر وهي مهووسة بالالعاب المصنوعة، وبنعرف ان خالتها جيما اللي صنعاها لانها شغالة في شركة العاب، وهم في الطريق بتتزحلق العربية اكتر من مرة بسبب التلج، فبيضطر ابوها يقف في نص الطريق بسبب انعدام الرؤية، بس في عربية كبيرة بتيجي وبتخبطهم. وبنرجع تاني لشركة فونكي صانعة الالعاب، بنشوف جيما وهي مع تيس وبيظهروا وهما بيصمموا حاجة كبيرة، وبنعرف ان جيما هي اللي مصمماها. فكول بيفتح العلبة وبيكون فيها وش بلاستيك وبيلبسوا للتصميم. في الوقت ده بيجي ديفيد رئيسهم مع ريان، وبنعرف انهم شغالين على المشروع من وراه، فبيطلب منها تصمم نفس اللعبة اللي كانت مع كيدي لان في شركة منافسة دخلت معاهم وهو مش عاوزها تعديهم، بس بتقوله انا شغال على مشروع ارخص واحسن وكمان متطور جدا بيقدر يسمع ويتكلم مع الناس. ولما بتيجي تشغل ميجن تصميمها بتعلق، وبنعرف ان كول نسي يحط اداة جواها فبتنفجر راس ميجن، وبيضطر ديفيد يقول لها تشتغل على المشروع القديم. بتروح جيما المستشفى وبتمضي على حضانة كيدي لانها الوحيدة اللي عايشة من عيلة امها بعد ما ابوها وامها ماتوا. بتاخدها للبيت وبيطلع لهم كلب سيليا، فبتقول لها جيما تخلي كلبها عندها، وبيدخلوا جوه وبنشوف إلسي الالكتروني فبتطفيه جيمي، وكيدي بتدخل وبتنام، وجيما بتروح لها بالليل وبتسمعها بتعيط. والصبح بيطلع وجيما بتكلم تيس وبتقول لها مش هقدر اعتني بكيدي وكمان مش هقدر اخد اجازة لان ديفيد هيتضايق، بس تيس بتقول لها لازم تعتني بكيدي الاول. في الوقت ده بتوصل المعالجة النفسية ليديا وبتكون جاية تراقب كيدي وجيما مع بعض لمدة 40 دقيقة في اليوم، ولما بتخلص بتعرف جيما ان فاضل 4 جلسات وممكن تجيلهم في الشغل او في البيت، وبتعرفها انها لازم تاخد بالها من كيدي وتعمل لها اللي هي عاوزاه لان اخوات باباها طالبين حضانتها، ولو لقيتها مش جاهزة هتنقلها ليهم. جيما بتقول لكيدي ان وراها مشروع لازم تسلمه ومش هتتأخر عليها مجرد ساعات، وتقدر تلعب على الايباد لحد ما ترجع وهي هتكون تحت. ولما بتنزل جيما تشتغل بتجيلها كيدي فبتوريها بروس وبتشغله لها. بتفرح كيدي ببروس جدا فبتعلمها ازاي تقدر تشغله. بتقول لها كيدي لو عندي لعبة زي بروس مش هحتاج لأي لعبة او اي شخص تاني. بتيجي فكرة لجيمي فبتبدأ تصمم حاجات وبروس بيساعدها، وكمان تيس وكول بيساعدوها، واخيرا بيخلصوا. فديفيد بيدخل عليهم وجيما بتاخد كيدي وبتوريها اللي صمموه ميجن، فبتكلمها ميجن وكمان بتاخدها وبيلعبوا سوا وبتشخبط لها بشوية اقلام على ورقة، وبمجرد ما بترش عليها مية بتظهر صورة جميلة لكيدي فبتبدأ كيدي تحبها. وديفيد ما بيصدقش اللي بيشوفه وبيقول لجيما هعرض ده على رئيس مجلس الإدارة وهياخد ميعاد ليها مع كيريك، وكمان بيقول لها تاخد ميجن للبيت تجهزها لوقت عرضها على الإدارة. فبتبدأ تعلمها كيدي اللعب معاها، وكمان بتعلمها جيما ازاي تحسن من سلوكها وسلوك كيدي، وكل مهمتها حماية ومساعدة كيدي. بتظهر كيدي وهي فرحانة بميجن لأنها بتعلمها كل حاجة حرفيا، بس تيس بتقول ملهاش لازمة تعمل كل ده لأننا بنصنع حاجات تفرح الأولاد مش تستبدلنا. وبتظهر عيوب في ميجن، بتشتغل وهم قافلينها وبترجع كلام حتى وهي مفرمطاها. والصبح ميجن بتراقب تحركات كيدي لحد ما بتسألها على السهم لأنه ضاع منها، فوقت ما بتروح تجيبه الكلب بيطلع عليها وبيعضها، وكيدي بتروح وبتحاول تشدها لكن بيعضها كمان. وجيما بتظهر وهي تحت فبتطلع على صوتهم وبتقول لسيليا تحبس كلبها يا اما هتقتله هي، وميجن بتقول لها لازم تطهري ايد كيدي لان درجة حرارتها مرتفعة. وبتبص لسيليا بشر لدرجة انها بتخاف وبتدخل جوه. وبيجي الليل والكلب بيتنادى عليه وبيترمي له اكل، واول ما بيروح ميجن بتشده وبتقتله. وتاني يوم بتوصل جيما للشغل وديفيد بيكون قاعد مع الإدارة بيشرح لهم المشروع، وكمان بيفتح الستارة بيشوفوا كيدي وميجن وهم قاعدين مع بعض. وكيدي بتعيط لأنها افتكرت أهلها، فميجن بتقعد جنبها وبتشغل لها أغنية بتحبها وبتواسيها لدرجة إن اللجنة كلها بتتأثر وبيقوموا وبيسقفوا. وكيريك بيعرف جيما إنه هيساعدها لحد ما تخلص المشروع، بس ريان بيظهر وهو بيبعت تصميم لحد وبيقفل اللاب أول ما بيشوف ديفيد. وليديا لما بتقعد مع كيدي وبتكلمها بتعيط كيدي لحد ما بتروح لها ميجن وبتقول لها خليتيها تعيط ليه. ولما بتطلع بتقعد مع كيدي وبتصالحها، بس ليديا بتحذر
بتحذر جيما لأن كيدي ممكن تتعلق بميجن وهتكون ليها الأولوية عنها. أول ما بيروحوا بتعرفها جيما إن في بكرة تجمع مع أطفال علشان تتعرف على ناس جديدة، بس بتطلب تاخد ميجن معاها لكنها بترفض، فبتقوم وهي زعلانة. ولما بتمسكها جيما ميجن بتقفل النور وبتفتحه وبتقول لها سيبيها. وفي تاني يوم بيروحوا وميجن بتروح معاهم، بس بتسيبها في منطقة الألعاب. وكيدي بتنضم لواحد اسمه براندون بيكون مشاغب جدا لدرجة انه بيشوكها بشوك في ايديها، وقبل ما يضربها في الوقت ده بتظهر ميجن، ولما بيروح لها بيشيلها وبيضربها، بس بتشتغل ميجن وبتشده من ودانه لحد ما بتقطعها، فبيطلع يجري في الغابة وبتجري وراه لحد ما بيقع على الطريق وعربية بتخبطه. جيما بتطلب من كيدي تحكي اللي حصل لكن ما بترضاش تتكلم. في الوقت ده الشرطة بتيجي وبتسألهم عن مكان الكلب، بس بتمشي لما ما بيلاقوش اي دليل. وسيليا بتزعجهم جدا لحد ما بيجي الليل، وسيليا بتطلع تدور على الكلب فبتسمع صوته جاي من المخزن. ولما بتدخل ميجن بتضربها بمسدس المية وبتدبس ايديها في الحيطة، وبتفضل مشغلة المية في راسها لحد ما بتقتلها. وفي تاني يوم الشرطة بترجع تاني وبيستجوبوا جيما، فبتشك ان ميجن هي اللي عملت كده. وبالليل بتشوف الفيديوهات المسجلة على ميجن بس بتكون مشفرة وبايظة، وكل ملفات ميجن بتتشفر. وإلسي ما بتسمعش كلام جيما. أول ما بتقفل اللاب بتلاقي ميجن في وشها، فبتقفلها جيما وبتربطها وبتاخدها معاها في العربية. بس كيدي بتزعل وبتكون عاوزاها تسيبها لكن بترفض جيما لحد ما يفحصوها. وأول ما بتوصل تيس بتقول لها مستحيل، لعبة تقتل، وكمان ما بيرضوش يمنعوا عرضها، خصوصا وإن اتعمل لها إعلان في التلفزيون وبدأوا يجهزوا نفسهم. وكيدي وهي مع ليديا بتتضايق جدا لدرجة إنها بتمسك مقص وبتضرب جيما بالقلم أول ما بتدخل، بس بتعتذر لها وبتقول إنها متعلقة جامد بميجن لدرجة الجنون. لكن جيما بترفض تاخدها معاهم. بتتصل بتيس وبتعرفها إنها هتروح كيدي، بس التليفون بيظهر وهو بيتكلم لوحده. ميجن متحكمة فيه لدرجة إنها بتتكلم بصوت تيس. وقت ما تيس وكول بيشوفوا سجلات ميجن بيلاقوا مكالمتها مع جيما، بس بتقفل اللاب عليهم. فتيس بتقول لكول يقوم ويشيل الأسلاك منها، بيشيل الأسلاك لكن ميجن بتقوم وبتخنق كول، بس تيس بتساعده وبتقومه. وبتقدر ميجن تفجر المخزن بيهم. بتهرب ميجن وبتروح لديفيد وبتمسك سيف، بس بيفضل يجري وهي بتجري وراه لحد ما بيوصل لريان عند الأسانسير. وفي آخر لحظة بتقتله ميجن، وكمان بتخلي ريان يمسك السيف ويقتل نفسه. بتخرج ميجن من الشركة وجيما بتقول لإلسي تفتح النور لكن ما بتسمعش كلامها تاني. وبتشوف ميجن وهي بتلعب على البيانو وبتكون متحكمة في إلسي، فبتقول لها ميجن عاوزة تعطليني وانت كنت بتسهري معايا لحد الساعة 4 وتعلميني هعمل ايه. فبتقول لها لانك قتلت الناس، لكن بتقول لها انت ثبتت عليا حماية كيدي ولازم اعمل اي حاجة لحمايتها. فبتمسكها وبتضربها. في الوقت ده بتطلع كيدي لكن بتقول لها ادخلي جوه وما تطلعيش تاني. بتضربها جيما بكوباية مية فبتتعطل بس مش كتير. بتنزل جري وميجن وراها وبتقول لكيدي تخرج من اوضتها. بتوصل للمخزن وبتمسك المنشار الكهربائي وبتقطع شعرها وبتعورها لكن بدون فايدة. بتضربها ميجن وبتكون هتقتلها لكن بتوصل كيدي وبتكون معاها أداة تحكم بروس وبتشغله. بيقدر يمسكها وبيقسمها نصين لكن لسه عايشة. فبتروح على كيدي وبروس بيفصل وبيقع على جيما، لكن جيما بتقدر تقوم وبتضربها وبتفكها ولسه هتفصل الشريحة بتاعتها. بتمسك ايديها وبتخنقها بس كده بتضرب الشريحة بقلم وبتنتهي ميجن. والشرطة بتوصل مع تيس وكول. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. بتمنى يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.